اول شيء احجرها بالاستئذان. الله العب، ايوه العب، هاي هاي، والله قد اشك فضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في حلقة رايح جاي. شكرا لكم. انتم ابطال والله العظيم. سؤالنا هذه الحلقة، عيش الخيال معي شوي. لو صرت مدير على مديرك، وش اول قرار راح تتخذه؟ خلنا نشوف. How are you? I am fine. Are you fine? بعارين ولا؟ لو صرت مدير على مديرك وش راح تسوي؟ أول شيء راح أخليه سواق لي. يا الله يا أخي عنيف، ليش كذا؟ مرة. طيب وش اسمه وش بعد؟ ثاني شيء يكون مساعد الطباخ اللي معي. ترى قاعد نعيش خيال، ترى هذا شيء مو صدق يعني. إيه خيال أكيد. أشاحوته. ايش؟ أشاحوته ليه؟ ايش السالفة؟ عشان آخذ مكانه بس، عرفت كذا. شحوطة شحوطة من جدك بالله؟ أكيد ما يحتاج، بس هو لا يشوفنا بس. والله بترى فيها. لا ما يبغى. امورك طيبة؟ أموري طيب. إذا قالوا وش معنا شحوطة أقول له معنا أكرمك أجيب لك يعني أجيب له هدايا وكذا. نصاب. فصل على طول. عنيف أنت، ليش كذا؟ ما في مجامله يا اي لا، وش اللي صاير؟ بس كذا فصل. ليش تفصل يا أخي حرام؟ او انه نقر مدرسه ثانيه. تأدبه كذا أنت. يبدب واضح أنك ناوي. الظاهر. شو مسوي لك؟ بلاوي. بسوي فيه زي ما اسوي فيني. ايوه بدينا في المحاسبة. وش أول قرار تسوي؟ يعني في بعض المدراء راح يستقعدون وفي بعض المدراء لا والله يراعون. اعطيني قرار كذا، أول شيء في ذهنك تسوي. كيف؟ أول حاجة في ذهنك تحضرك وش بتسوي؟ ما راح اعذر على التاخير على شيء يعني ما يراعي الظروف ولا شيء عادي. المشكلة لو المدير ذا شاف الحلقة ايش بتسوي؟ ايش وضعك؟ كيف؟ والله يشوف عادي. أول شيء أحجرها بالاستئذان. احنا مشكلتنا مثل الاستئذان مهذلنا، تعرف مدارس وعيال وذا. هذا الاستئذان عقوبة، هذا الاستئذان. ايش تضحكون يا شباب؟ أكيد في نكتة. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. مساء النور. ولا صباح الخير. صباح الخير. مساء الخير، اختار واحدة. صارت الساعة 12. ايوه. خلاص صباح الخير. لو صرت مدير على مديرك، جميل. أول قرار تتخذه؟ افصله. أوه قوية. وش ذا المدير اللي وش مسوي لك ذا؟ والله عاد يعني نفس التعامل. نفس التعاون. طيب يا لكن أخي لساتنا طلاب، بس هذا طموح المستقبل يعني. أنت باقي ما وصلت المرحلة ذيك. نفكر فيها. بس أول شيء تفكر فيه؟ اي اسوي فرصة وظيفية جديدة ويجي يقدم عليها ونبدأ حياة جديدة بهالطريقة. اني اتعلم من اخطائه واصححهن وبالنهايه نفصله. طرد أوف أحمر. على طول. واضح ان سالفتكم قويه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام يا هلا. صرت كذا مدير على مديرك، اوكي. الله اراد. حلو. شلون كيف ما الله اعلم، ما ادري. ايوه. هيك صار. طيب وش اول قرار راح تفكر فيه؟ اذا كان هو سيء اكيد بدي اقيله على السريع عشان ابين حالي مدير. اللي هو الدوام على البصمه هاي لازم امشيها عليها ما فيش يروح قبل بساعه وهل. يا اخي ما ادري اقول لك كذا احس انك يعني راعي شعر. لا والله غلطان. لا والله يا اخي تكفى، سلك لي طيب يا اخي. والله ما عندي كيف انكب نفسي بعدين كذا. بشيله واحط واحد من اخوياي مدير تحتي. ليش واحد من اخوياك؟ عشان تصير الشغل ميانه ها؟ إيه. يسنعني واسنعه. ايوه. عشان اصير برتقال الساعة 9. والله الصدق يعني اذا قلت كان معي ها والله نفسها. اذا هو معي زين، لا بخلي الامور زينه. بس وش سالفه البرتقال اللي قبل شوي؟ هذا امنيه كذا، عصير قهوه في الصباح ولا شيء. هات يا الدلع. شابوره ولا بدون؟ لا من دون، لاني بس راح مفطر، عرفت كيف؟ امشي في الصباح اريكه ولا مقلقل. ما عندكم هدايا شيء وكذا اطلع فاصل. السلام عليكم. اقول ارحب ولا يرحب ردي العزايم. مرحبا يا مرحبا. يا طير شلوى. الله يا قطام الروس. عليك زود مالك. ارحب تراحب يا المرض. اخوي تبينا ضبط. لو صرت مدير على مديرك، وش اول قرار راح تتخذه؟ افصل. يا اخي عنيف، ليه كذا على طيب؟ طول. على طول. تفصله؟ من الاخير. ليش طيب؟ وش السالفه؟ يعني محاباة.
بمصلحته يعني رجال كبير تلقاه خلاص. وتبغى مسيرة تقاعد يعني تبغى تفهمنا انك تبغى دماء شابه يعني. بس بالضبط. والله قد اشك في وضعك. الله العب ايوه العب هاي. بقول رجعوه في الارشيف. رجعوه في الارشيف. ليش قاسي كذا يا اخي؟ هو كان قاسي معي طيب. هو يعني لعب في حسبتك. اكيد. بسألك وش معنى ارشيف؟ ارشيف اللي فيه الملفات وذا تحت. فين تحت الطاوله ولا تحت السرير؟ تدخل مبنى هنا تدخل الباب ذا تحت. ما شوف الظلم حرام، فبعامله زي ما كان يعاملني نفسه. ويعني انت يعني كان لا تضطر ان الناس تهينك او تنقص من مستواك. فانت يعني تسوي واجبك كامل وما لك دخل. واذا المدير جاء اثر عليك او انه يعني يجيب لك بسلبيه وانت تجيب شغلك 100%، فرب الحساب بيحاسبه. لا عادي ايش المشكله؟ بالعكس ترى الواحد لما يكون بردان تطلع اصوات كذا غريبه. طيب لو صرت مدير على مديرك وش اول قرار تتخذه؟ بستدعي امه. عادي اسب. لا هنا ممنوع. بخليه مساعد لي. يا اخي انت قلبك رحيم يا اخي. ايه على اساس يتعلم تحت يدك. ايه مع انه ظلمني بس بخليه مساعد. يا اخي قلبك رحوم يا اخي. تعلمني. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ كيفك الشمراني؟ محمد البيشي معك، كيف حالك طال عمرك؟ صرت مدير على ايش؟ على مديرك. حلوين الحين؟ حلوين. وش اول قرار تسوي؟ اول قرار ايه احترامه، لانه كان سابقا مديري وتعلمت منه الحاجات اللي كان يعملها طبقها الحين عليه. حلو بالعكس هذا شيء استفدت منه مديري سابقا. كان موظف ولله الحمد جاء القرار وغير نظامه، صار موظف عادي صرت انا مديره، نتخذ القرار واحد. والله هذا نموذج مشرف فعلا صراحه. ايه والله اني انتظره من زمان يا اخي. انا يعجبني اللي يخطط لمستقبله والمصايب غيره. حلو وش بتسوي؟ اخي من حب يجي فيه ذله يحط من قدر المحب وقاره، من لا يرى في خوتي مكسب الله فانا ما ارى في فراقه خساره. سلامتكم. بشحته. وش معنى هذا؟ انا معليش يمكن ثقافات تختلف. يعني بطرده. عنيف وحش. نعم. طب وراه اطفال وراه ابناء، ليش كذا العنف هذا؟ ما فكرت يعني في ابناء؟ ما فكرت وين قلبك الرحوم؟ سعاده المدير وين؟ لا رحمه لا شفقه خلاص ما. قرار ايه اقول له ممنوع من الاجازه سنتين. خليه يتربى. عطاه قرار واحد هذا بخيس ذا يا شيخ. لا اول شيء بعزمه عرفت، بعطيه القرار وانا وهو في كافي كذا في التحليه. يا اخي انت مجرم. بقول بتسحب شو اسمه لقبره. الرجال بعد ما يخلص القهوه اقول له شوف سنتين نو فيكيشن. واعذرنا على قصور. انا بيقول لا خلاص بينبسط والرجال انا ما معبي بطنه وشارب قهوه وكل شيء. راح يتقبلها طبعا غصبا عنه انا مدير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اول شيء بسويه بعطي له انذار. حلو صراحه التعامل الاداري ممتاز. حلو وش نوع الانذار يعني؟ الدوام الساعه 8 دقيقه اعطي انذار. حلو اليوم الثاني جاء ونفس الشيء سواه. يمكن اخلي مكان العامل في البوفيه. يا اخي هذا عنف يا اخي. اوه يعني أو انت بدأت تدرج اداري. حلو بعلمك. ايش العلم؟ ايش العلم؟ لانه يشوفني يعني اغلب الاوقات يشوفني عند البوفيه، اخليه كافيه ولا اخليه، فيقول لي ليش ما تجلس في دوامك؟ ايوه خليه يعاني معاناه الهندي اللي يجلس كل شويه. كل يوم انت تقول له سوي لي شاي. لا واذا سوي لك شاي تقول ليش ما في سكر؟ يقول لك في سكر تقول زوده. وعلى الحساب بعد. على حساب على حساب نهايه الشهر. بتخسره كذا. لا لازم. اذا الرجال معي زين يصير معاه زين، شين ما ليه تعامل انت يعني باخلاقك انت ما عليك فيه عشان تربيه على الشيء ما تعامل معاي من البدايه زي كذا. تاخذ حقك الحين منه. اكيد. والله صراحه بشد عليه يعني بشوف اذا هو يقدر يعني يتحمل الضغط مثل ما كنت انا اتحمله قبل، يعني يتحمل العمل تحت الضغط وكذا، ولا اشوته يعني. اذا كنت انا استاهل لا ما اسوي له صراحه. اذا انا كنت استاهل يعني تعامله اللي كان يسوي لي، لا والله ليش اظلم الرجال ويعني عامله بالمثل. حلو يعني تتعامل بشكل افضل. صحيح اذا هو يستاهل، اذا ما يستاهل الله يستر علينا وعليه يعني. وش اول قرار راح تتخذه له؟ مساعد. يكون المدير مساعد. تحطها مساعد؟ الله. ليش؟ خبرة. حلو تستفيد من خبرته. اكيد. لانه يعني تحس انه يعني شخص قدم كثير يعني ومفيد لك. اكيد.
ما بتقول انا بدير الموضوع براسي ما يحتاج عندي خبره انا وكذا؟ لا انا بحاول اني اكون اللي تحت ادارتي اعلى مني يعني. يا جماعه هذول الاداريين المحنكين، انا من يوم شفت النظاره وذا اللبس عرفت ان الانسان فاهم الشغل. احب راسه. يا الله. انا مدير الوالد الله يطول بعمره. بشوته. ايش؟ ابى اعطي استقاله على طول. شوته اختار يا تشوته يا استقاله واحده منها. لا شوته بس استقاله هولنا. كيف بتشوف؟ افين علم. نعم. هذه. ليه يا زلمه؟ بس. ايش علمه؟ ايش سوى مبلغ ذا؟ وين هو؟ هو ذا المدير. المدير اذا طاح بنا لعب فينا لعب. الاشياء السلبيه اللي كان يسويها معي بس راح ارجع له بالايجاب، راح اخليه بس يغير الفكره اللي كان يسويه. بس قاعد احاول قد ما اقدر اسوي الشيء الايجابي بس. خالد اقول لك شيء؟ ايه اقسم بالله كلامك بطل وهو الصح. حبيبي شكرا. وش اول قرار راح تتخذه؟ ممنوع استئذانات. على طول ما في استئذان ما في. وغيره بس استئذان ما في. يا اخي فعلا قلبك رحيم. ارد للدين يا اخي، يمكن هو معاملني كذا. طيب يا اخي اذا صار له ظرف طارئ مره كذا، ظرفين كذا جت ورا بعض، ما تروح تتعامل معامله خاصه؟ بعطيه يمكن 10 دقائق، كان تاخر مخصوم عليه يوم. يرحم امك 10 دقائق ما يمديه يحك خشمه. كيف بعامله زي ما يعاملني. صحيح. غير كذا فيصل؟ والله ما بيسمح لي فصل. خصم رواتبه كله، حتى لو يداوم بخصم، لو يتاخر دقيقه قبل الدوام دقيقه يجي اقول ليش جيت بدري مره. داوم ليش تداوم؟ روح بيتكم تعال ليش تغيب؟ خصم احاول اتهاوش انا وياه. ليه طيب ليه؟ ليه خصم يا اخي؟ والله ليه خصم؟ والله يخصمون علي 200 300 وتطلع من حقه؟ والله حرام والله حرام. ليش قرقر؟ والله مسكين دقيقتين يخصمون علي والله حرام. مساء الورد لاهل الورد. مساء الخير والنور لاهل النور. مساء الحب والاحساس والطيبه. مساء ما يليق الا بك طال عمرك. مساء يزينه. رجع تكفى رجعني. ما حولك ترقيع ما ترقع. لو صرت مدير على مديرك وش اول قرار راح تتخذه؟ والله يا طويل العمر والسلامه راح وش هي؟ ابسطه. يعني بترقيه؟ راح ارقيه وراح ابسطه وراح اخليه يعيش شيء جميل. يعني يقدر عشان يدري انه كان ما نبغى نكمل. والقرار اني اخليه يحس انه كان معذب الناس، يعني ارقيه واريح. وش بتنتفه انت وش بتسوي؟ فيانات وكذا. وش بتسوي بالرجال؟ علمني. عادي مقابله فيانات. ابلع عطني ما في خاطرك. والله يعني انا بتريحه. ايوه بريحه وبضبطه وبظبطه عشان يدري انه كان حي. امسك المايك. السلام عليكم. مقابله مع شخص ثاني. عجبتكم الحلقه لا تنسونا من النشر والاشتراك والاعجاب. وبالمناسبه تخيل انك صرت مدير على مديرك، وش راح تسوي؟ اعطونا سواليفكم في التعليقات. سلام. Da 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 da